دايما سؤال كل ما بتحرك ألاقي شباب وبنات ستات ورجالة بيسألوني السؤال ده: إزاي أحمي نفسي من الجن والحسد والشياطين والسحر؟ وأقول لهم ما تركزش على الموضوع ده، الموضوع ده مش كبير، ركز على نفسك إنك تنجح في الحياة وهو هيروح لوحده. يقول لي مش فاهم ويعيد عليا نفس السؤال لغاية ما لقيت إجابة فرقت معاهم جدا. قلت لهم اسمع، زي ما في حاجة اسمها المناعة الجسدية في حاجة اسمها المناعة النفسية. مش الجسد بتدخل عليه فيروسات والفيروسات دي بتأثر على الجسد؟ انت بتعمل ايه مع الجسد؟ بقوي مناعتي. ازاي بتقوي مناعتك؟ بالفيتامينات. انت محتاج فيتامينات بشكل مستمر عشان تقوي جسدك قدام الفيروسات اللي هي اصلا ضعيفة. مين اللي عدى في الكورونا ومين اللي تعرض لمشاكل؟ اللي عدى في الكورونا اللي مناعته الجسدية قوية، واللي تعب في الكورونا اللي مناعته الجسدية ضعيفة. أنا أعرف صديق ليا كان بيسافر ألمانيا مخصوص يجيب فيتامينات لجسده عشان يقوي مناعته الجسدية. نفس الشيء، مناعتك النفسية أهم من مناعتك الجسدية. أنت محتاج فيتامينات مقوية لمناعتك النفسية. على فكرة الفيروسات أصلا ضعيفة، كل اللي أنت قلته سحر وعين وشيطان ده ربنا أصلا بيقول لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هي المشكلة إن أنت تقوي مناعتك. قوي مناعتك وقوي الفيتامينات اللي أنت بتاخدها. طب وإيه هي الفيتامينات بتاعت المناعة النفسية؟ العبادة، رمضان، الذكر، صلاة التراويح، القيام، القرآن. اعبد كمان، قوي مناعتك. انت محتاج فيتامينات. الحق قبل رمضان ما يخلص، ايام معدودات. هي ليه ايام معدودات؟ الحق قوي مناعتك النفسية، زود الفيتامينات، اعبد زيادة، وبعد كده ما تسألنيش السؤال ده لان انت بقيت اقوى من كل الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا شباب؟ يعني احنا ما زلنا مع منزله التسليم. خلصنا منزله التقوى ومنزله اليقين ومنزله التوكل، ودخلنا امبارح في منزله التسليم، والنهارده تاني حلقه في منزله التسليم. وانا مسلم امري لله لان معايا 3 مشاغبين. انا يا دكتور يعني احنا عمرنا ما طلعنا حلقه فيها ال3 دول مع بعض، وده عمدا. يعني يا حبيبه احنا بنتجنب نحط في اي حلقه زكريا وعاصم وعلي مع بعض. هتشوف ان ده ظلم، وان احنا النهارده هنعمل اداء عالي. يعني ده فريق احنا فريق ابيض القلب فريق الابيض ملتزمين. التسليم لله. حلقه بصوا يا جماعه، الناس اللي بتشوفنا، حلقه النهارده انا من الحلقات اللي انا بحبها جدا وعايش بيها. الحلقه بتقول ايه؟ اوعى تفقد صحتك النفسيه. اخسر اي حاجه في الدنيا الا صحتك النفسيه. اخسر فلوسك بس ما تخسرش صحتك النفسيه. اخسر شغلك بس ما تخسرش صحتك النفسيه. اصل صحتك النفسيه اغلى ما تملك. اوعى تفرط فيها، اوعى تفقدها. اتعصر في الدنيا بس ما تفقدش صحتك النفسيه. اجري لغايه ما يتقطع نفسك في الدنيا بس اوعى تفقد صحتك النفسيه. صحتك النفسيه هي الشيء الغالي يا جماعه. اصل الدنيا بتلف. يعني ايه بتلف؟ يقلب الله الليل والنهار وتلك الايام نداولها بين الناس. فاذا كانت الدنيا ضدك النهارده فامسكها تحلو. فلو حلوت الدنيا وانت خسرانه صحتك النفسيه، انت خسرتي كل حاجه. اكبر خساره في الدنيا، الثمن الذي لا تستطيع ان تعوضه. انت مش هتعرف تقوم على رجليك تاني، انت خسرت صحتك النفسيه. يعني هي الحلقه دي بتتكلم عن ايه؟ انا جاي للتسليم بس ده منطلق الحلقه. لا انا صحتي النفسيه فرط فيها ابدا. عارفين كلمه لائق بدنيا؟ كمان في كلمه اسمها لائق نفسيا. اوعى تخش ال10 الاواخر وانت غير لائق نفسيا. روح لربنا لائق نفسيا عشان تستمتع بال10 الاواخر. ايه ده؟ هو احنا لسه في الحلقه 12؟ ايوه، ما انت بتستعد لل10 الاواخر من الان. روح لربنا لائق نفسيا. عارفين في شباب مهتمين جدا بصحتهم الجسديه زي عاصم كده وزي علي، وفي شباب عندهم اوبسيشن ان هو لازم محافظ والاكل الصحي والله العظيم صحتك النفسيه اهم. عارفين كلمة لائق بدنيا؟ يعني في عالم كرة القدم أسهل حاجة تخلي المدرب يستغنى عن لعيب غير لائق بدنيا. اوعى الدنيا تستغنى عنك لأنك غير لائق نفسيا. اوعى الحياة تستبعدك
لأنك غير لائق نفسيا. ادخل العشرة الأواخر لائق نفسيا. كلمة جميلة جدا. انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ لأن في ناس تعبانة. خد القرار الآن انك تفضل محافظ على صحتك النفسية، لأن بعد كده مش هيبقى بإيدك، هيبقى بإيد الدكتور، لأنك هتروح تتعالج. وفي ناس عيانة وهي مش واخدة بالها، وفي ناس تعبانة وهي مش واخدة بالها. عارفين بتبان فين؟ في الانفعالات الحادة، الهستيرية الغير منطقية. يا عم الموقف ما يستحملش كل الغضب ده. ايه ده؟ في ايه؟ انا ما لحقتش ازعلك عشان تنفجر بالطريقة دي. هو تعبان وهو مش واخد باله. اوعى تسمح لبني آدم كائنا من كان ان هو يخسرك صحتك النفسية.